اللعف الحي من اهم طرق الصيد وانجحهم على الاطلاق. شوف الحلقة دي وهتستفيد كتير جدا. السمكة اللي قدامك دي اسمها حفارة. الحفارة دي حبيبة الصياد. ليه بقى؟ لأنها من أهم الأسماك اللي بتستخدم في اللعف الحي. يعني لو عندك محيا جوه المركب ونزلت استعلفت وجبت شوية سمك من دول، هتنزل تصطاد بشكل كبير جدا، هتاخد سمك كبير جدا جدا. الحفارة حبيبة الصياد. يعني الانواع اللي بتخش على الحفاره الدراك طبعا وكل انواع الاسماك الكبيره، اهم حاجه تحافظ عليها حيه وتعرف تجيبها منين. في حلقتنا دي هعلمك الاستعلاف وهوري لك الصيادين لما بيقولوا احنا طالعين نستعلف بيعملوا ايه. الحفارة موجودة في البحر الأحمر وموجودة كتير، بتبقى موجودة من نص شهر 9 لغاية شهر 1 تقريبا. وكمان في حاجة مهمة قوي، إن هي بتبقى موجودة دايما قريب من الشعب وقريب من الشط. علشان كده لما بنروح عشان نستعلف بناخد قارب. ما يفضلش إنك تاخد مركب كبير عشان تعرف تقرب قوي من الشعب، يا تاخد قارب يا إما تاخد زودياك أو تاخد فلوكة صغيرة. هتقرب من الشعب وهتربط وشبكتك الجميله بننزل بالشبك، بنفرد الشبك في دايره كبيره زي ما انت شايف. طبعا انا وانا نازل هنا احنا كنا في شهر 1 والميه كانت تلج، وانا نزلت طبعا واضطرينا ان احنا نفرد. بنقعد حوالي من 3 ل 4 ساعات بنفرد الشبك ده ونقعد نضيقه وبعد كده ناخد السمك الصغير اللي هو الحفار اللي بيبقى موجود معانا زي ما انت شايف في الشكل اللي قدامك ده، وبنطلع بيه على المركب. نطلع نحطه في المحيا بتاعنا، وبعد ما نحطه في المحيا نتوجه لمنطقة الصيد واحنا اميز مركب متوجه. ليه؟ كل الناس رايحة بطعم اللي هو مجمد، انا نازل بلعف حي، ولعف حي حفارة. كل سمكة هتنزل من دي بسمكة كبيرة. اللعف الحي والاستعلاف وازاي تقدر تجيبه كان فيديو مهم جدا مع الباشا صياد.